السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد من مؤسسه ابو مالك للمستلزمات عنابر الدواجن. فيديو النهارده ان شاء الله عن لوحات التحكم. مستمرين بفضل الله تعالى في تصنيع لوحات التحكم الكوري بضمان مدى الحياه. تصنيع لوحات التحكم حضراتكم بيكون كوري بالكامل من الداخل والخارج باعلى تامين وافضل تقفيل للوحات التحكم. اللوحه اللي معانا النهارده حضراتكم راكب عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحله. طبعا وضحنا لحضراتكم قبل كده ان ترموستات الفوكس الكوري بيكون فيها ميزه مش في كل الترموستات، والميزه هي حضراتكم انك تقدر تتحكم في عدد مراحل التدفئه وعدد مراحل التبريد. يعني ممكن حضرتك تشغل دفايه واثنين شفاط وخلايا تبريد، او ممكن اثنين دفايه وشفاط وخلايا تبريد، او زي ما واضح امام حضراتكم تشغيل 3 شفاط وخلايا تبريد. يعني هنا الاربع مراحل متحددين انهم يكونوا الاربعه تبريد، وتقدر تظبط كل مرحله منفصله عن الثانيه. ترموستات فوكس كوري 2001 اف لتشغيل شفاط رقم 1، شفاط رقم 2، شفاط رقم 3 وخلايا التبريد، وتايمر حضراتكم شغال على شفاط رقم 1 للتهويه سحب الامونيا من داخل مكان التربيه. الشفاط رقم 1 حضراتكم بياخد امرين، الامرين اوتوماتيك. الامر الاول من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره تنخفض معانا درجات الحراره، يقلب تاني اوتوماتيك تايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. وتايمر تاني حضراتكم شغال معانا لخلايا التبريد، وتايمر تالت حضراتكم شغال معانا للفانات. واخر حاجه معانا الرطوبه، ترموستات الاس تي سي 501 ممتاز جدا في تظبيط درجات الرطوبه اوتوماتيك، ولمبه لقياس الفولت ومفتاح الطوارئ بنضغط عليه لا قدر الله في حاله اي مشكله. ونشوف طبعا حضراتكم التقفيل من الداخل. طبعا زي ما وضحنا لحضراتكم فيديوهات كتير، التقفيل والتامين بيكون على اعلى مستوى زي ما واضح امام حضراتكم بالنسبه للتقفيل. طبعا اللوحه هنا حضراتكم مش معانا التعديل الجديد لان مش راكب عليها دفايه، كل المراحل اللي راكبه بتكون مراحل تبريد. اول حاجه من على اليمين بيكون كوندكتور شفاط رقم 1، كوندكتور كوري داكو 12 امبير متوصل بسلك سويدي اصلي 2 مللي، متوصل بترامل زي ما واضح امام حضراتكم عشان السلك ما يسيبش من مكانه. كمان مفيش كباري ما بين الكوندكتورات ولا من فوق ولا من تحت. كوندكتور شفاط رقم 2، كوندكتور 12 امبير كوري داكو اصلي متوصل بسلك سويدي اصلي 2 مللي. كوندكتور شفاط رقم 3، كوندكتور 12 امبير كوري داكو اصلي متوصل بسلك 2 مللي. وكوندكتور خلايا التبريد، كوندكتور كوري داكو 12 امبير متوصل بسلك 2 مللي. وكوندكتور الفانات حضراتكم كوندكتور كوري داكو 12 امبير متوصل بسلك برضو 2 مللي. واخر حاجه معانا كوندكتور الرطوبه، كوندكتور داكو كوري اصلي 12 امبير متوصل بسلك سويدي اصلي 2 مللي، متوصلين على مفتاح عمومي ومفتاح هونداي كوري اصلي 63 امبير. والسلك الرئيسي حضراتكم للوحه بالكامل بيكون سلك سويدي اصلي 6 مللي. بنشوف حضراتكم طريقه التوصيل بتكون سهله جدا، يعني حضرتك مش محتاج تجيب فني. كمان الدعم الفني بيتواصل مع حضرتك وقت تركيب اللوحه ووقت برمجه الترموستات ووقت تظبيط التايمر. بنشوف طريقه التوصيل من اول حاجه من على اليمين، توصيل شفاط رقم 1، توصيل شفاط رقم 2، توصيل شفاط رقم 3، توصيل خلايا التبريد، توصيل الفانات، واخر حاجه توصيل الرطوبه ومدخل الكهرباء الرئيسي. طبعا هنا طبعا حاطين سلك الحساسات. بعد ما طولنا سلك الحساسات هنا معانا سلك الحراره. الترموستات الفوكس الكوري حساس استانلس بيكون دقيق جدا في قرايه درجات الحراره، وكمان حساس الرطوبه بعد ما طولنا السلك زي ما واضح امام حضراتكم. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم حسب رغبه العميل والغرف المنزليه وعنابر الدواجن، كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. دي حضراتكم لوحه خارجه معانا شحن ان شاء الله، وخارج معاها شفاط 80 في 80 الاتحاد الاوروبي التربو. شفاط ممتاز جدا، يعني طريقه التقفيل بتاعته ممتازه جدا. طبعا دي هنا الشبكه الافقيه، كمان قوه السحب بتاعته ممتازه جدا. الشفاط راكب عليه موتور 750 واط، موتور 750 واط بيسحب 10800 متر مكعب. ده الشفاط ال 80 في 80 التربو. معانا كمان حاطكم لوحه صغيره، اللوحه اللي بالتايمر بالمفتاح دي برضه خارجه شحن عشان هيشغل عليها الشفاط ان شاء الله. يبقى بفضل الله تعالى تصنيع جميع لوحات التحكم وعليها ضمان مدى الحياه زي ما وضحنا لحضراتكم. يوجد كمان جميع مستلزمات عنابر الدواجن، خطوط النبل، السقايات، العلافات، ادراج السبله بمقاساتها، الشبك، ارضيات البلاستيك، ارضيات بطاريات، جميع مقاسات خلايا التبريد، السقايات والعلافات ووشوش البطاريات، وكمان جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي وجميع مقاسات الشفاطات الالماني. وهنا طبعا معانا جميع مقاس الفانات. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه العجانه مدينه نصر القاهره، ويوجد شحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.